السلام عليكم ومساء الخير ومساء النور والأنوار. مرحبا بكم عندي في القناة. نبدأ بالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو اليوم كما قاعدين تشوفوا راح نشارك معاكم وصفة الكسرة. هنا عندي كسرة رخسيس والتسمية تاعها تبقى تتبدل من ولاية لولاية، بصح الوصفة رايحة تبقى هي نفسها، يعني الوصفة التقليدية. هنا فقط يعني شاركت معاكم الوصفة، يعني مقادير مضبوطة خاصة في شهر رمضان، يعني كما نعرفوا باش نديروها باش ما تجيناش مالحة ولا ناقصة ملح. ما نطولوش على بعضنا بزاف، نروحوا مباشرة لطريقة التحضير. هنا عندي الكاس هذا اللي راح نكيل بيه، الكاس تاع ام وليد المشهورة بيه. هنا راح نبدا نكيل 5 كيلات سميد. هنا السميد كل واحد وش عنده في الدار، انا درت بن عمر، عندي يعني سميد بن عمر في الدار، وكل واحد يعني يخدم بالسميد اللي عنده في الدار. يعني كاين اللي عندهم السميد تاع القمح، كاين اللي عندهم انواع بزاف تاع السميد. لا علينا، درك احنا اللي يهمنا هي الوصفة. هنا بعد ما حطيت 5 كيلات بهداك الكاس اللي كنت كيلت بيه، راح نحط كمية من السينوج. انا نحب نحط سينوج، اللي يحب ما يحطش سينوج يقدر يستغنى عليه. هنا عندي خميرة الكسرة، رايحة نكيل بالمغرف اللي ما تكونش صغيرة خلاص وما تكونش كبيرة خلاص، يعني تكون متوسطة. راح نكيل 2 مغارف بالطريقة هذه، يعني المغارف تاعي يكونوا عادي معمرين، بصح ما همش معمرين بزاف، يعني عادي. هنا راح نجيب الملح تاعي بنفس المغرف، راح نزيد نكيل بيها. هنا راح نحط على يعني حوالي نص المغرف، راح نكيل 5 كيلات بالطريقة هذه. هنا يعني الملح يجينا مضبوط، يعني كل كاس نملحوه وحده، يعني 5 كيلات قد الكاس تاعنا بالطريقة هذه، قد الأكواب تاعنا عفوا اللي كيلنا بهم السميد. دركا هنا عندي سكر. السكر كاين اللي يحب يحطه، كاين اللي ما يحبش يحطه، بصح السكر رايح يعاون لي باش تجيني الكسرة تاعي حمرة وفيها طعم مميز. هنا حطيت 2 مغارف يعني قد الخميرة. كما نعرفوا العجينة أساسا كي نحطوا لها السكر راح أزيد لها البنة وتجي يعني حتى كي تطيب محمرة. هنا راح نزيد نجيب الزيت، نفس الكاس اللي كيلت بيه راح نكيلو كاس غير ربع يعني أكتر من نصف. هنا راح نحاول يعني ندير بلاصة وين نحط فيها الزيت داخل السميد تاعنا بالطريقة هذه باش نبسوه. راح نحط الكمية كاملة تاع الزيت وراح نبدأ نبسس السميد تاعي بالطريقة هذه. هنا بعد ما نبسس السميد تاعي وندخل هداك الزيت في السميد تاعنا كامل بالطريقة هذه، يعني الكسرة تاعنا راح تجي مبسة وتجي رائعة يعني تدوب في الفم. هنا نروحو مباشرة نجيبو الماء الدافي ونحطو على هداك الملح والخميرة والسكر ونخليه يعني ونحاول يعني ندوب هدوك الحبيبات تاع الملح والسكر كاملين بالطريقة هذه، يعني حتى يدوبوا لي مليح. بعد ما يدوبوا الحبيبات تاع الملح والسكر رايحة نبدأ نلم العجينة تاعي بالطريقة هذه، يعني راح نخلط الخليط تاع السميد المبسس بالزيت مع هذوك المكونات اللي كنا حطيناهم. هنا نلموا العجينة تاعنا عادي، نبقاو يعني نزيدوا لها الماء. هنا الماء مانيش حنقدر نعطيلكم الكيل تاعو بالضبط، بصح يعني الماء انا نحب دائما العجينه تاعي نخليها يعني من نديرهاش يابسه، نخليها جاريه شوي باش يعني حتى كي نعود حتى بعد ما طيب الكسره تاعي راح تجي طريه، يعني مش راح تبقى يابسه ولا. هنا بعد ما لميت العجينه تاعي راح نغطيها ونخليها ترتاح. بعد حوالي نصف ساعة بعد ما ارتاحت لي العجينة تاعي مليح وخمرت راح نبدأ نعجنها. هنا نعجنوها بالتقطاع، يعني نعجنو ونقطعوا هذيك العجينة بالطريقة هذه. بعد ما نعجنوا العجينة تاعنا مليح، واللي ما راهيش رايحة يعني تعذبنا في العجين، على خاطر انا في الاساس درت العجينة تاعي طرية يعني ما درتهاش يابسة. هنا راح نبدأ نقص معاكم الخبزات وراح نبدأ نقرصهم. يعني هنايا في الكيل تاع الخبزات، اللي دير الخبزة تاعها كبيرة راح دير لها 3 خبزات، اللي دير الخبزة تاعها صغيرة كيما الخبزة تاعي راح دير لها 4 خبزات.
واللي تحب يعني تضاعف المكونات تضاعفهم عفوا المقادير تضاعفهم برك وتدير 6 خبزات ولا 8 خبزات كيما يكونوا صغار كيما تاعي. هنا يعني أنا الكمية هادي راح تدير لي 4 خبزات، يعني بالمناسبة أنا الخبزة تاعي نديرها صغيرة وكل واحد كيفاه يحب يديرها. هنا راح نبدأ نحل العجينة تاعي، راح نبدأ بيدي ونزيد نعجنها بالحل عفوا نحلها بالحلال. هنا راح يعني نخبز الكسرة تاعي عادي، السمك اللي حبته، كاين اللي يحبوها تكون رقيقة بزاف، كاين اللي يحبوها تكون متوسطة، أنا عادي نديرها يعني ماهيش رقيقة بزاف وماهيش ما تكونش يعني خشينة. هنا رايحة نحل العجينة تاعي كاملة بالطريقة هادي، بعد ما نتحصل على الشكل والسمك اللي حبيته أنا رايحة نهز العجينة تاعي نحطها يعني يكون الطاجين ديجا سخون. هنا العجينة تاعنا عفوا الكسرة تاعنا ما نقدرش نحطوها على الطاجين وهو دافي، لازم يكون سخون. هنا راح نهز العجينة تاعي بالطريقة هذه يعني باش نحافظ على الشكل الدائري تاعها ونحطها مباشرة في الطاجين كما قاعدين تلاحظوا. أنا اللي يعني الخبزة تاعي صغيرة، هنا راح نبدأ نطيبها يعني نطل عليها من التحت نشوفها حتى كي تبدأ تدي تحميرة نقلبها ونزيد ندير لها هادوك التقابي من الفوق بالطريقة هذه. وبعد ما تطيب من التحت نزيد نقلبها. هنا عندي جهة يعني ما طابتليش مليح راح نزيد نخليها تحمار مليح ونخلي الكسرة تاعي كاملة تحمار عادي. نزيدو نشوفو الخبزة التانية حطيتها يعني حتى وين تدي تحميرة من تحت مليح ونقلبها على الجهة الأخرى ونزيد نديرلها هادوك التقابي بالطريقة هادي ونخليها تحمار مليح من التحت يعني ونعسى عليها باش ما تحرقليش على خاطر الطاجين تاعنا يكون سخون بزاف. كما قاعدين تلاحظوا كاينه جهة يعني دائما طيب لي في الطاجين تاعي ما طيبليش مليح، يعني نحاول نطيبها. هنا بعد ما حطيت الكسرة تاعي تحمار مليح يعني حمرتها من الجوانب الكل، راح نقص معاكم شوية كسرة تشوفوها كيفاه جات. أكيد راح نقصها بعد ما تكون بردت شوية. هنا يعني كما قاعدين تشوفوني قاعدة نصور بيد وقاعدة نقص بيد على بها مانيش قاعدة نقص قد قد. المهم يعني قصيت لكم باش تشوفوا معايا. هنا راح نقص لكم الكمية الكسرة كاملة باش تشوفوها يعني كيفاه جات الحقيقة. يعني الكسرة تجي رائعة تجي طرية، يعني كاين ناس اللي يديروا الكسرة تجيهم يابسة، بصح بالوصفة هذه وبالعجينة هذه وخاصة يعني كي نديروها ما نخليوش الكسرة تاعنا تجينا يابسة يعني نبلوها شوية تكون جارية، راح تجينا طرية وتجينا رائعة. راح تعذبنا شوية كي نعودو نخبزو فيها يعني حتى كي نهزوها قادرة تتعوج لنا يعني ما يجيناش الشكل دائري قد قد. بصح نقدروا نديروا لها شويه فرينه هكا، انا ساعات كي تجيني جاريه بزاف ندير لها الفرينه باش نقدر نهزها قد قد. وصلنا لنهاية الفيديو، كانت هذه هي وصفة اليوم، نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها وتخليوا لي آرائكم وما تنساوش ديروا لي جام، يعني الجام تاعكم راح يعاوني. نخليكم في أمان الله، السلام عليكم.